السلام عليكم، مرحبا بكم. جيسبر كو فوز الي بيان. اليوم ان شاء الله مع عبدو راح نشارك معكم واحد الوصفه هايله بزاف. يعني في 15 دقيقه تكون واجده، اللي هي لا ساردين. يعني انا راح نديرها لكم على طريقتي. الوغ سي بارتي. دونك شوفوا هنايا عندي كميه تاع السردين، يعني اللي نقيتها ونحيت لها هذاك الشوك، يعني وستفتها هكا بهذه الطريقه. يعني انا درت كميه صغيره، نتوما دي سا ديبون نتوما والافراد العائله تاعكم. انا هذه الكميه درتها بوغ اون بيرسون. فوالا. دونك هنايا في جهه واحده اخرى راح ناخذ ان بول، راح ندير فيها زيت زيتون. هنا سي اوبليغاتوار ديروا زيت زيتون، سورتو الا كان جديد. يعني ديروا حوالي نص كاس تاع زيت زيتون. وهنايا بالنسبه للقارص ديروا ربع كاس تاع القارص جو دو سيترون. هنايا عندي حبه ونص تاع القارص. دوكاتيك راح نفرغوا القارص تاعنا على زيت الزيتون تاعنا كيما راكم تشوفوا. يعني هاد الوصفه ما تشدلناش كامل الوقت. وهنايا راح نجيبوا جوج سنينات نتاع الثوم ونبداو نسكرفجوا فيهم. هنايا بالنسبه لهاد الوصفه كل واحد كيفاش يديرها، انا يعني عطيت لكم طريقتي. فوالا. دونك هنايا واش راح نديرو، راح نضيف عليها كميه صغيره تاع المعدنوس. وهنايا راح نضيفو كميه تاع الملح. يعني هنايا ما تكثروش الملح بيسك السردين راهو مالح. هنايا راح نضيف عليها فلفل اسود. دوكا تيك واش راح نديرو، راح نخلط كامل المكونات بالمغرف. يعني انا نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه باسكو جايه بزاف بنينه وما تندموش عليها. دوكا تيك واش راح نديرو، راح نفرغوا هاد لاصوص فوق السردين تاعنا. دوكا تيك واش راح نديرو، راح نخلطوها هكا تخليطه خفيفه. بعد تيك راح نديروها على النار الطيب، نخلوها طيب حوالي 10 دقائق وتكون واجده. نخليكم نتلاقاو في طبق التقديم. اذا نهاولك السردين تاعنا لنهار اليوم. شوفوا يعني كيفاش جا يشهي، جا زاكي، جا ما شاء الله. سورتو هاد لاصوص تاني كيفاش جات خاطره فريمون بنينه. ننصحكم يعني انكم تجربوها، والله ما راح تندموا. الى عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم، تابوني وضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كامل جديد. اذا لحقنا لنهايه الفيديو، ما بقى غير نقول لكم شهيتكم في الجنه. مع السلامه، على بروشين.